If you can't live the injustice, at least tell everyone about it. في صيف 2016 أبرم النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أنجح صفقة لاعب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه في سنة 1907. في صيف 2016 تعاقد النادي الأهلي مع الباك الشمال لنادي صفاقس التونسي وكابتن نادي صفاقس التونسي علي معلول. علي معلول اللي انضم للنادي الأهلي في مركز كان بيلعب قبليه فيه ناس سابت بصمة كبيرة جدا وأساطير تاريخية في النادي الأهلي. أسامي كتير وكبيرة وأساطير لعبت في مركز الباك الشمال منذ تأسيس النادي الأهلي وسبقت علي معلول في المركز ده. أسامي كتير الحلقة مش هتسعنا إن احنا نقولها، ولكن يكفي إن احنا نقول إنه المركز ده وفي الألفية الجديدة لعب فيه أسامي تاريخية زي النجم الأنجولي جilberto واللي ساب بصمة كبيرة جدا مع النادي الأهلي في الجيل الذهبي للنادي الأهلي. أسامي كمان زي كابتن سيد معوض، أسامي كمان زي الراحل ربنا يرحمه محمد عبد الوهاب. وجه علي معلول علشان يشيل حمل تقيل جدا في مركز الباك الشمال للنادي الأهلي. ومنذ قدوم علي معلول للنادي الأهلي وفي مركز الباك الشمال للنادي الأهلي، وعلى الرغم من تغير العديد من المدربين على علي معلول سواء من كابتن حسام البدري لرينيه فايلر لبيتسو موسيماني لمارسيل كولر وغيرهم من المدربين، ولكن فضل علي معلول هو الخيار الأول وهو اللاعب الأول في مركز الباك الشمال، وما قدرش أي لاعب يجي النادي الأهلي إن هو يلعب على علي معلول. علي معلول اللي منذ قدومه للنادي الأهلي ما شفناش منه غير الإخلاص للنادي الأهلي، الحب والوفاء للنادي الأهلي، وبذل العرق وبذل المجهود المضاعف منه في كل ماتش كان بيلعبه مع النادي الأهلي. علي معلول اللي من ساعة ما جه ما سمعناش منه أي مشكلة، ما شفناش منه أي تصرف غير لائق، دايما كان بيمثل تونس أحسن تمثيل، دايما كنا بنشوفه اللاعب القدوة واللاعب الواجهة المشرفة للصفقات الأجنبية اللي ممكن النادي الأهلي يتعاقد معاها. علي معلول وعلى الرغم من إن هو لاعب تونسي، ولكن هو أكتر لاعب في الجيل ده من النادي الأهلي وفي الجيل الحالي من النادي الأهلي، أكتر لاعب عمل تأثير وأكتر لاعب كان مؤثر قدام الأندية التونسية وفي مباريات النادي الأهلي قدام الأندية التونسية. مين ينسى مثلا الماتش التاريخي للنادي الأهلي قدام نادي الترجي في دوري أبطال أفريقيا في نص نهائي في موسم 2017 لما كنا بنلاعب الترجي هناك في تونس في رادس، وخلص الشوط الأول بتقدم الترجي 1-0 من ضربة جزاء كان السبب فيها علي معلول، علشان ينزل علي معلول في الشوط الثاني بوجه مختلف تماما ويقدر ان هو بنفسه يحرز هدف التعادل. وبعد هدف التعادل وبقدرة قادر نشوف علي معلول اللي هو اصلا باك شمال نشوفه على الناحية اليمين بيرفع عرضية مسطرة لجونيور اجاييه ربنا يمسيه بالخير علشان يقدر ان هو يحرز بيه الهدف الثاني ويتأهل النادي الاهلي للمباراة النهائية هناك من قلب رادس. مين ينسى برضو المباراة التاريخية للنادي الاهلي قدام النجم الساحلي هنا في برج العرب، المباراة التاريخية اللي خلصت بنتيجة تاريخية للنادي الاهلي 6-2. علي معلول قدم فيها ملحمة كروية واداء اسطوري، هو اللي احرز الهدف الاول للنادي الاهلي وهو اللي صنع هدفين بالكربون لوليد ازارو، لدرجة ان عصام الشوالي واللي كان بيعلق على الماتش قال جملته الشهيرة لقد قسوت على ابناء بلدك يا معلول. علي معلول اللي من ساعة ما جه النادي الاهلي وهو عمال يحطم في ارقام قياسية كتير. علي معلول اللي لعب مع النادي الاهلي منذ قدومه في 2016 285 مباراة في كل البطولات سواء محلية او قارية او عالمية. علي معلول قدر يسجل فيهم 51 هدف ويصنع 84 هدف، ويصبح علي معلول على بعد هدفين بس من ان هو يعدي الرقم القياسي اللي مكتوب باسم الكابتن التاريخي للنادي الاهلي واللاعب التاريخي للنادي الاهلي كابتن مصطفى عبده، واللي صانع 85 هدف، علشان علي معلول لو صنع هدفين كمان يبقى هو اكتر لاعب في تاريخ النادي الاهلي صناعة للاهداف. علي معلول اللي يعتبر هو اكتر لاعب في تاريخ الاندية المصرية مساهمة بالاهداف ب 135 هدف سواء الاهداف اللي صنعها او الاهداف اللي سجلها بنفسه. علي معلول اللي حقق مع النادي الاهلي 19 بطولة منذ قدومه، 5 بطولة دوري مصري، 4 بطولة كاس مصر، 5 بطولة سوبر مصري، وعلى المستوى الافريقي احرز 3 بطولة دوري ابطال افريقيا، احرز 2 بطولة سوبر افريقي مع النادي الاهلي، واخد كمان مع النادي الاهلي 3 برونزيات في كاس العالم للاندية. علي معلول اللي يعتبر هو هداف نسخة كاس العالم للاندية في موسم 2023. ارقام تاريخية كبيرة وكتيرة جدا للاعب تاريخي كان حظنا حلو ان احنا عشناه، لاعب تعلقنا بيه بسبب اخلاقه اولا وبسبب صفاته، بسبب الكاريزما وبسبب شخصيته وبسبب ادائه ومساهمته
رجولته والجرينتا اللي بيبقى فيها وهو بيلعب للنادي الاهلي. علي معلول توج مشواره التاريخي مع النادي الاهلي ده كله باللقطه العظيمه اللي احنا كلنا شفناها. علي معلول ارتدى اخيرا شاره كابتن النادي الاهلي عن جداره وعن استحقاق في مشهد تاريخي للاعب تاريخي قدر ان هو يحفر اسمه من ذهب في تاريخ النادي الاهلي وفي اذهان وفي عقليه وفي قلوب جماهير النادي الاهلي. علي معلول مثل بلده تونس احسن تمثيل من وجهه نظري، هو افضل محترف جه في تاريخ الدوري المصري، افضل لاعب شمال افريقي لعب في الدوري المصري. علي معلول اسم كبير جدا، اتمنى انه لقطه شاره كابتن النادي الاهلي ما تكونش دي اخر مره ونشوف علي معلول بينزل مباراه من اولها وهو كابتن للنادي الاهلي، لان هو يستحقها، يستحق كل الدعم ويستحق اللقطات التاريخيه دي. واتمنى برضو على المستوى الشخصي ان علي معلول يختتم تاريخه الكروي الحافل داخل جدران النادي الاهلي. اتمنى انه مجلس اداره النادي الاهلي وعلي معلول يقدروا ان هم يوصلوا لاتفاق، وان احنا نسمع قريب ان شاء الله عن تجديد علي معلول لموسم او لموسمين معانا. نتمنى انه زهرة تونس تستمر معانا داخل جدران النادي الاهلي، وان هو يختتم مسيرته الناجحه ومسيرته الاسطوريه داخل جدران النادي الاهلي. ده كده بعض الكلام، ودي حلقه كده بسيطه وكلام بسيط جدا عن لاعب تاريخي يستحق الكثير. ولو كنا قعدنا وفردنا الاوراق واتكلمنا عن مسيره علي معلول مع النادي الاهلي مش هتكفي حلقه او اتنين. حبينا بس ان احنا نطلع نتكلم عن لاعب تاريخي حبته جماهير النادي الاهلي وعمل تاريخ وحفر اسمه من نور داخل جدران النادي الاهلي. انت برضو عبر لي عن مشاعرك في التعليقات ناحيه علي معلول. قول لي برضو ايه اجمل هدف تفتكره لعلي معلول مع النادي الاهلي، ايه افضل ماتش شفته لعلي معلول منذ التحاقه بالنادي الاهلي. قول لي برضو رايك في التعليقات وتفاعل مع الحلقه. ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل على طول اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زرار الجرس عشان ما تفوتش حلقه من حلقاتنا. عجبتك الحلقه اعمل لها لايك كتير وشير في كل مكان، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده ولقاء جديد على قناتكم ملعب ابو الادهيم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.